الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موعدنا النهارده ان شاء الله مع المحاضرة الستة، مادة الأوتوماتا. ان شاء الله نبدأ على بركة الله كده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، يا رب بارك لنا في وقتنا. الأجندة بتاعتنا هنعمل ريفيجن عن الريجولار اكسبريشن بتاع المرة اللي فاتت، وناخد شوية بروبرتيز وازاي نحول بقى ريجولار اكسبريشن لفاينايت اوتوماتيك. حلو جدا، يلا بينا. خدنا ان الريجولار اكسبريشن ده algebraic notation describe regular language، حاجة جبرية بتوصف الريجولار language بتاعتنا. خدنا أمثلة على الريجولار languages اللي قابلها ريجولار اكسبريشن، وهنا برضو خدنا نحاول زي ما الار presentation لللانجوجز. يعني اللانجوج دي هنا اي بي ستار، هنا دي اي بي الكل ستار، هنا اي ستار بي ستار. تمام، خد بالك منها، حاول يعني ايه تعرف حلها او تحول ما بين الاثنين عشان لو جالك مثلا سؤال. دي برضو ازاي ان هو يديني هنا الريجولار اكسبريشن وانا اجيب له اللانجوج بتاعته. بسيطه، بدخل ال هنا، ال في زيرو بلس بتتقلب اتحاد، ده اصلا دوت فهفصلهم عن بعض. اللي في واحد سيجما زيرو ده اضرب ده في ده هنا، اعمل الزيرو اتحاد، طلعت اللانجوج بتاعتي. السؤال التاني ده حايل من ان انا احول الريجولار اكسبريشن لفاينايت اوتوماتون او الفاينايت اوتوماتون ريجولار اكسبريشن ايا كان. هنا هو مديني الريجولار اكسبريشن ده كده، انا حطيته هنا، ده هنفصلهم الاثنين عشان ما بينهم دوت هنا كده، ما بين الزيرو بلس 1 وزيرو ستار 1. فصلت الاثنين كده هنا اهو زي ما هو موضح. ده هنا بلس فخليهم فوق بعض، تمام كده. طب دول دوت مع بعض هفصلهم بست معينة. هنا دول برضو هنا هنفصلهم ما بينهم فاصل، والزيرو ده هعمل ست زيادة هنا ما بين كيو 1 وكيو 0 بس ايه، اعمل لوب ب 2 ابسلون كده انا خلصت المثال. طيب عندنا النهارده موضوعنا بقى احنا نعمل من اف اي للاي ار. عندنا اف اي واحنا عايزين نعمل له اي ار. يعني اف اي ده مثلا مش واضح كويس. الاف اي ده طبعا يقول لك هنا ايه ريجولار اكسبريشن اللي بيعمل ماتشنج مع الماشين. طيب هنقول واحده بس نعرف نفهم الاول ازاي الطريقه اللي هنا. ده طبعا الاكسبريشن، بس طبعا ايه مش عايزك تعرف دلوقتي ده جه ازاي. هنعرف مع بعض الطريقه ازاي نحول من اف اي ل اي ار اي من الفاينايت اوتوماتون للريجولار اكسبريشن. يلا بينا نصلي لنا بس يقول لك اسيوم ان الدي اف اي، ان احنا معانا دي اف اي او ان اف اي. حلو. perform the following steps. Create a new start state S. Draw a new edge label from epsilon from S to original start. يعني نعمل ايه؟ فاينايت اوتوماتون، يعني دي الماشين بتاعتنا اللي عندنا. هنعمل ايه؟ ستيت جديده اسمها ستارت ونوصلها بالماشين بتاعتنا عن طريق الابسلون. ونعمل برضو فاينل ستيت ونسيبها ايدج جديده ليبل الابسلون، يعني عليه الابسلون للاوريجينال فاينل ستيت. نعمل فاينل ستيت ونوصلها بالفاينل بتاع ده بتاع الماشين، نوصل او تبقى ليبلد بالابسلون. بعد كده الطريقه دي بيقول لك eliminate each state with no edges from it a of any other state. يعني احذف كل الستيتس for each pair of states I و G have more than one edge from I to G. Replace all edges with single labeled with the label of all the edges separated by that. يعني لك شيل كل الستيتس اللي عندك الليبل ده ايا كان بايه واعمل ما بينهم separated بالباص. يقول لك note that the step arrays of step 2 in R2FA. طيب هو قصده انك لو لقيت الشكل ده كده رجعه ده كده. احنا قلنا هناك بنلاقي ده نحوله ده، لا احنا هنلاقي ده نحوله ده، بس العكس يعني. طيب خش هنا على المرحله الرابعه. يقول لك construct a sequence of neural machine eliminate one state at time until state S يعني اللي هيبقى بس الستيت اس. اعمل eliminate الستيت ازاي اصلا؟ ممكن الليتل من old مثلا I و G donated by label of A I و G. old يعني ال I و G الموجودين قبل كده of the current machine، الماشين الموجودة دلوقتي. يقول لك if there is no edges set old before، مفيش ولا edge يبقى الاولد بتاعتي ايه؟ for each bit edge I K و K J وإن I لا تساوي K و J هتحسب ده عشان تمسح الايدج بتاعتك.
تمام. طبعا دي شكل يبقى الاي جي بتساوي اولد كي اولد كي. تمام. زي مثلا هنا شرح كده وكده هم جمعهم في واحدة بس. كنا بنعمل كده، لا احنا هنعمل العكس دلوقتي. تمام. بقول لك هنا if ان ال HKK exists will be reverse of step 4 on RA to FA. يعني هنا لو لقيت ده ال A وال B ده اللي فصلت الاتنين فعملهم دوت، وده عمونا اللي هو بتاع الستار. تمام كويس جدا. بعد بقى eliminating all state except S of A, we end with two states machine with a single edge SOF labeled with a new regular execution or new SOF which represent the language accept original finite automaton اللي هي accepted finite automaton. تعالى نخش في المثال على الأمر. هو مديني هنا عايز لك find ال R for B في A. ده ال B في A اللي عندنا عايزين نجيب له الايه ال AR بتاعه. حلو. معلش يا شباب معلش يا شباب الحتة تانية خالص. نرجع تاني. أول حاجة هنعمل ست اسمها اس. هنكمل هنا هنعمل الاس اللي هي الستارت ستيت والاف الفاينل ستيت ونوصلها بالماشين بتاعتنا. دي الماشين بتاعتنا كانت هنا. كويس كويس جدا. قال لك لو في ستيت هنحذف الستيت 2 علشان بدون عمل، يعني ملهاش مثلا سهم خارج منها ورايح لحته تانية، ملهاش ايدجز منها الستيت التانية. يبقى دي كده السلام كده كده ايه على السلام. نمشي مع ده بس. يلا بينا نمشي مع ده بس. هنا قال لك eliminate state 0 by adding a new edges S1 هنحذف دي. طيب دي طبعا كانت ابسلون في البتاع تعديل يعني، ودي ابسلون. حلو. label to with the following regular expression. هنقول نيو S1 اللي احنا خدناها قبل كده تساوي اولد بتاع S1. هل في حاجة هنا؟ لو في واحدة هنا مثلا ليبل كده كنا هناخدها معانا. كويس 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 جدا. زائد اولد S وزيرو زائد في اولد 0 مع نفسها لو في حاجة فوقيها كروس يعني قصدي ستار في 0 1. حلو حلو جدا. اول حاجة S1 في حاجة؟ لا فاي. طيب S وزيرو في ابسلون. طيب اس اولد 0 فاي بس ستار. تمام. اولد 1 في A. خدت ده كله طلعت تصفق معايا في الاخر ايه؟ اس فاي ابسلون في فاي بابسلون ابسلون مع ايه بايه فاي وايه. يبقى ده كله جنب ده كده جنب ده كده صفصف كله على ايه؟ الجنب التاني على ابسلون في فوق A بلس B. صح صح. نعمل ده. او مثلا بلاش حاجة تاني هقول لك نعملها ازاي. مش احنا هنا دول بنوصلهم بالدوت طب ما كأنها A وإبسلون الناحية التانية والA B كان بيبقى في هنا إبسلون وإبسلون كأن المكان اللي عامل فيه إبسلون بس مش موجودة. ماشي. فهنا ادينا A B ستار المثال التاني مدينا ال A في A بتاعنا اهو جاهز. عايزين نحوله RA. طيب هنرسم like use state elimination technique. remove states Q dar from this FA. find regular expression connected B و T. رسمنا هنا ال FA بتاعنا. رسمنا هنا ال FA بتاعنا. عايزين نعمل remove للQ. هنعمل remove ليه. حلو حلو جدا. طيب نعمل عشان اقول دي اولد بي ار. هل في حاجه هنا؟ لا. ماشي. اولد بي كيو في اولد ستار كيو اولد كيو يعني اولد كيو ار. حلو. مش زائد فيه برضه. هنعمل هنا هنلاقي هنا فاي وزيرو زائد 0 كونكاتينيشن فاي مع فاي ستار بلس هنا 0 و1.
حلو. هتصفصف كل ده على كام؟ على 0 0 بلس 1. تمام. هنبقى ايه؟ شلنا الكيو دي، الكيو دي اتشالت والبتاع ده كده كده بقى عليه 0 و0 بلس 1. كويس كده. تعالى نشوف نكمل. طيب هنعمل ايه تاني؟ اقول لك انا دلوقتي نعمل ادرس البي تي، يعني هنشيل ار، يبقى بي تي اولد بي تي بلس بي ار اولد بي ار في ار اولد ار ستار في اولد ار تي. حلو جدا. البي تي هل كان فيها حاجه؟ لا. طيب الاولد بي ار فيها اللوكشري، الفاي ستار في الزيرو بتاعها. حلو. الفاي ستار السلام متفرقش معانا ابسلون اصلا. ابسلون على جنب الزيرو بتدي زيرو، زيرو في ده ينزل زي ما هو، وفاي والكلام ده يدينا الكلام الجميل ده. يبقى شلنا الار والسهم هنا بقى هيبقى ايه؟ هيبقى الكلام ده. كويس جدا كده. خلصت السؤال ده بقى. بيقول لك ان remove state k from following machine using مش عارفه مين correct regular expression state مش عارفه مين ماشي. بس عايز يحول ده لريجولار اكسبريشن بمجرد النظر. احنا عندنا الاي ده بي. حلو. طب الجزئيه دي تفك ازاي؟ مش احنا خدنا قبل كده انها تبقى اي او بي اي وهنا في ستار. في ستار عشان بتعمل هنا لوب، المفروض هنا في هنا ابسلون. بس الابسلون ملهاش ما بتنقلش، يعني مش ما بتنقلش حاجه كانها حاجه فاضيه، امبت سترينج. حلو. والاي والبي لما بيبقوا دوت بنروح فاصلينهم كده، فهي ده الاجابه. بلس البي اللي عندنا فوق، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم 2. ريجولار اكسبريشن بنوصفها بطريقتين، يا اما فاينايت ماشين يا اما ريجولار اكسبريشن. تمام. الثيورم اللي بيقول لك هنا ان اللانجوج بتاعتنا ريجولار اف اند اون في حاجه حصلت من دول، يا اما في فاينايت اوتوماتون بيعملها، يا اما في ريجولار اكسبريشن ال اللي بتساوي ال ار او ال اللي بتساوي ال ام. كويس جدا. الايكويفالنس بتاع 4 طرق بقى اللي اقدر احول من بعض، من دي اف ال ان اف اي، من ان اف اي لدي اف اي، من دي اف اي لان ابسلون ان اف اي، والعكس لحد دي اف اي والدي اف ال ار اي وار اي ان اف اي، وهكذا. عايز احول من واحده للتانيه. دلوقتي اللانجوج دول عايزين نعرف منهم الليجل اكسبريشن. هنا لما قلنا ده اكبر من او يساوي، فهنا هتاخد الاي داش بي داش بي ستار قصدي. طب ده اند واند دوت عادي ما بينهم، يبقى اي دي داش وبي بي داش. وده لما لقيت اور اتحول لبلس اي داش بي داش اي داش بي داش. كويس. بروبرتيز للريجولار اكسبريشن. بعض البروبرتيز زي مثلا اليونيون بروبرتي union of two regular languages regular language. يعني مثلا لو استخدمت اليونيون هنا، ان اقول ان اللانجوج دي عبارة عن ال مثلا ال language دي تبقى عبارة عن ايه؟ union of ال دي تحدي. طب دي لو سميناها L1 ودي L2 مثلا ودي L3. L1 عبارة عن A ستار والL2 B ستار والL3 ستار، يبقى L1 والL3 regular باي union property، يبقى L برضو regular. جزئية البرودكت concatenation of two language is regular language برضو. يبقى ودي هنا regular ودي هنا regular، يبقى two language دي كلها regular. لو قسمتهم اتنين يبقى عملت لهم concatenation ايه، يبقى الاتنين برضو regular. since اللي واحد generated by regular expression اللي هو ده، واللي 2 برضو regular expression اللي هو بي بي داش، يبقى الاتنين ايه؟ regular expression مع بعض. طيب الكروجر اللي هي ايه؟ الكايلين كروجر ال في لانجوج ال از برضو regular expression. لو انا عندي كده بي دي كده irregular والام دي برضو كده، الام generated by a regular expression دوت اللي هو بي ده كل ستار، يبقى الام regular from closure rule. ال برضو ايه؟ regular. الكومبلمنت المكمل، كومبلمنت ال داش ده اللي هو السيجما ستار ماينس ال of regular language ال is regular. يعني لو في language ال وانا عايز اجيب الكومبلمنت بتاعها يطلع برضو ايه؟ regular. زي دي كده، لو عندي سيجما اي بي سي
ال بتاعتي هي، طب ال داش هتبقى ريجولار عشان ال عندي ريجولار. الانترسكشن of two regular language is regular following ايه language دي كده W، حيث ان ال W عندها have even number of A's and the W number of B's is divisible by B. طب دي لو قسمناها 2 اصلا اللي هي number is even وال number of B's divisible by B، يبقى الاثنين M1 و M2 تقاطعهم اداني الايه ال N. يعني هنا عملت انا M1 اللي هو even number of A's، وهنا B's divisible by 3، يبقى L1 تساوي L في M1 L2 L في M2، يبقى by intersection rule ال L بتساوي L1 تقاطع L2، دي برضه هتبقى ريجولار بس عن طريق حاجة دلوقتي اسمها الانترسكشن بروبرتي. بصوا يا شباب كده نبقى وصلنا للمحاضرة دي. كانت المحاضرة يعني ايه بسيطة شويتين 3 4 5 6 الله أعلم. يا رب تكونوا المحاضرة خفيفة بسيطة واستفدتم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتها لأصحابك عشان يعم النفع والفايدة يعني. ان شاء الله هيبقى في ملخص ليها او في الديسكريبشن في لينك الواتساب عليه ان شاء الله لينك درايف يبقى عليه الملخص بتاع المحاضرة ومحاضرة الدكتور خالد برضه المحاضرة بيها. ممكن فيما بعد في الاوتومات او بالنسبة لكل الله اعلم على حسب ما يقدرنا ربنا يعني ننزل حل الفاينل او مش مهمة. ممكن برضه